السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف عملنا المحشي التحفة ده ازاي. انا عملت محشي كل الانواع وكل الاشكال يعني. ده الورق العنب اللي انا بخزنه بفرزه من غير واطلعه اشتغل بيه على طول من غير ما يتسلق خالص يا جماعة. ودي الصلصة والله مش متسبكة بالحمار ده والجمال ده ومش متسبكة. ارجعي لي الفيديو ده وانتي تعرفي انا خزنت الطماطم بتاعتي ازاي. انا هعمل الخلطة عادي جدا واحط لك المقادير بتاعة البهارات دي. خضرة، بصل، زيت، كله فوق بعضه. انا بقى مقطعه كمان فلفل حتت صغيره كده لانها بصراحه بيدي طعم حلو قوي قوي. ومعايا هنا طبعا انا مجهزه الكوسه والبتنجان والفلفل وكل الحاجات دي انا مقوراها من بالليل ومجهزاها علشان ايه المحشي بيبقى يومه طويل شويه. طول ما انتي بتنظمي نفسك هتلاقي كل حاجه بمنتهى السهوله. بصي هنا ورق العنب، طبعا في منتهى الجمال. انا ببقى مفرزاه كده اخضر، شكله اخضر كده ومش بسلقه. مش بسلقه لان انا ببقى مفرزاه. بصي هنا انا بحشي ورق عنب وبحشي كرنب وبرصه كله كده مع بعضه كده في صينيه وبعد كده برصه في الحله. انا معايا هنا ورقه العنب اما اجي احشيها بتخلي آه، الطبقه الخشنه من جوه والطبقه الناعمه من بره. وطبعا ولفة ورق العنب غير لفة الكرنب خالص يعني. الكرنب احنا بنسيبه مفتوح من الجنبين وعلى فكرة بيبقى تحفة ومش بيطلع منه الرز خالص خالص للبنات اللي لسه مبتدئين يعني. انما ورق العنب زي ما انت شايفة كده انا لازم اقفله من الجنب ده والجنب ده. ما ينفعش ان احنا نعمله بنفس الطريقة بتاعت الورق العنب. سوري الكرنب. انا هنا بوريكي برضو ادي حته كرنب بحشيها ازاي بلفها صوبع من غير ما اقفل الجناب نهائي. بصي من غير ما الف يعني لفه بس. لفه والتانية خلاص خلصنا. والاتنين اسهل من بعض والله. على فكره انا بعمل المحشي وبركنه في التلاجة عندي. ممكن اسويه بعد يوم بعد اتنين ما عنديش مشكله خالص. انا مش بحشي مش يعني بحشي المحشي كله مره واحده لكن مش بسويه كله مع بعضه علشان احنا بنحب ناكل المحشي وهو لسه طازه. فانتي لو عملتي مثلا نص كيلو ورق عنب وشايفه ان انتي الاكله دي على يومين، سوي نصها النهارده والنص التاني سويه تاني يوم. احشي وعبي كده في صينيه او في حله على جنب وخدي ورصي في الصينيه في الحله الصغيره اللي انتي هتسوي فيها. يوم بيوم. يعني مش لازم الاكله دي اصلها بتاخد مجهود فالواحد يعني ايه لازم تقعد معاه يومين يعني على الاقل. فانا بسوي حله حله صغيره عشان كده مصوره مقاطع كده من كل حاجه انا عملتها اللي بسويه بصوره يعني. شويه محشي تحفه. راعي البيت المصري بصراحه هو والعدس في السقعه اللي احنا فيها دي. مفيش مشكله خالص ان انتي ترصي كل حاجه مع بعضها بس طبعا انا الخضار بحطه في حله لوحدي. هنا انا كنت سويت الورق العنب وحله الكرنب دي في اليوم ده اللي انا خلصت فيه المحشي ومكنتش سويت لسه بقيه المحشي التاني برضه هصورهولك وانزلهولك ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا و يعني تعملوا معلش هنا بقى البخار طلع على الشاشة معلش. وتعملوا ان شاء الله المحشي ده ويعجبكم وارجعوا للفيديو الطماطم عشان تعرفوا تسبك ازاي وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. اشوفكم على خير. باي باي.